زمان قالوا في مصر اللي ما يعرفش يقول بلح، فاللي ما يعرفش الحاجة فعلًا وما يعرفش إيه هي ما بيدركش قيمتها. ده طبعًا كوميك سخيف جدًا على أحد جروبات طلبة كليات الطب يعني، حتى جروب اسمها برضه مش حلو We pretend we aren't medical student، نحن نتظاهر إننا مش طلبة كلية طب، يعني مش عارف ما إيه معناها، وحتى الطلبة اللي فيها طالعين أسامي على نفسهم، ده مثلًا اسمه thyroid gland يعني الغدة الدرقية. ده مسمي نفسه كده يعني هو. المهم بيقول لك إن الهيستولوجي أوضح مثال على العلم الذي لا ينفع، الهيستولوجي اللي هو علم الأنسجة. طبعًا من غير علم الأنسجة مش هتفهم طبيعة أو ميكروسكوبية جسمك، وبالتالي مش هتعرف ميكروسكوبية أمراض اللي بتصيب جسمك. العلم كله، الطب كله مبني على الباثولوجي، علم الأمراض اللي هو مبني على الهيستولوجي، فاللي مش فاهم يقول عدس أو يقول بلح أو يقول أي حاجة. فده مثال واضح على هزار سخيف من واحد لا يدرك قيمة العلم. هو هيستولوجي صعب في أولى وتانية الصغيرين، يعني ممكن يبقى صعب شوية في الفهم والتخيل، لكن وفي المذاكرة طبعا، لكن مش معنى ذلك إن هو علم ملوش لازمة. مفيش علم في الطب ملوش لازمة.